طفل عمره 2 و7 شهور اتوفى في مركز طبي، واللي حصل له في المركز ده يشيب العقل بجد. طفل عمره 2 و7 شهور كان عنده تسوس في أسنانه اللبنية، وكده كده أسنانه كانت هتتبدل. الأب زي أي أب سمع كلام الدكتور لما قال له لازم بنك كلي والحشو هيتكلف 25,000 جنيه. الأب خاف على ابنه ودفع المبلغ كله وعمل له كل التحاليل، وكلها قالت إن الطفل سليم 100%. كل ده عادي، لكن اللي مش عادي لما الطفل دخل غرفة العمليات ماشي على رجليه وماسك ايد باباه، وبعد ساعات خرج ميت. الأب فضل مستني حد يطلع، محدش طلع، لحد ما سمع ممرضات بيتوشوشوا بصوت واطي وبيقولوا احنا خايفين أبوه يعرف إنه مات من ساعتين. الأب من الصدمة ما كانش شايف قدامه واقتحم غرفة العمليات، ولما دخل كانت الصدمة لما شاف ابنه طفل ما كملش 3 سنين مرمي على السرير من غير أجهزة ومن غير إسعاف ومن غير حتى محاولة إنقاذ. للأسف طفل ملوش ذنب اتوفى نتيجة الإهمال الطبي، مات نتيجة جرعة زيادة من التخدير. والصدمة الأكبر إن اللي اداله البنج مش دكتور تخدير، ده طالب في كلية الطب. حقيقة احنا بقينا في زمن صعب، الفلوس بقت أهم من حياة البني آدمين، والبنج كلي بقى وسيلة ربح مش ضرورة طبية. لما طفل يموت في حشو أسنان يبقى احنا في كارثة، لو ما كانش فيه إجراء قانوني صارم يبقى اللي جاي أسوأ بكتير. الطفل ده المفروض أمانة في رقبة كل مسؤول، الدكتور، العيادة، التمريض، الرقابة الصحية، نقابة الأطباء. والسكوت عن اللي حصل جريمة أكبر من اللي حصل نفسه. بكل حزن ووجع ربنا يصبر أم الطفل ويربط على قلبها ويجيب لها حق طفلها. ما تنسوش تترحموا على الطفل في التعليقات.